اللي يحصل لو اللود بالانسر بتقول لي ان السيرفرات اللي هو بيراوت عليها الترافيك شغاله كويس جدا ومفيش فيها اي مشاكل، وفي نفس اللحظه اليوزرز بيحصل معاهم مشكله مع كل ريكوست من كل 3 ريكوستات على السيستم اللي موجود عليه؟ علشان نكون عارفين، اللود بالانسر بيعمل زي هيلث تشيك على كل السيرفرات اللي هو بيراوت عليها الترافيك، والسيرفرات ديت بترد عليه برد من الاثنين، يا عنده مشكله يا مش عنده مشكله. المشكله هنا ان رد السيرفرات على اللود بالانسر بيكون اجابه على سؤال ان السيرفرات بس شغاله، لكن اللود بالانسر مش بيكون عنده اي خلفيه هل السيرفرات ديت بتعمل الشغل اللي المفترض انها تعمله. سبيل المثال، هل اللود بالانسر متاكد ان سيرفر ما معين عنده مشكله مثلا في الكونكشن مع الداتابيز؟ الاجابه هنا لا طبعا، لان اللود بالانسر بس الهيلث تشيك اللي بيعمله بيفاليديت ان السيرفر شغال واب وراننج، لكن مش بيفاليديت هل في مشكله في السيرفر ده مع كومبوننت ثانيه او مع جزء ثاني في السيستم. خلونا نفترض مع بعض السيناريو ده. انا دلوقتي عندي 3 سيرفرات، كل ال3 سيرفرات دول بيكلموا نفس الداتابيز، وعندي لود بالانسر بيوزع الترافيك على السيرفرات ديت بطريقه ما معينه. السيرفر او الريكوستات اللي بتروح للسيرفر الاولاني هي اللي بيحصل فيها مشكله بسبب الكونكتيفيتي ايشو ما بين السيرفر الاولاني وما بين الداتابيز. حل المشكله ديت ان اللود بالانسر لازم يكون اذكى من كده بكتير، وما يكتفيش بس بمعلومه ان السيرفر اب اند راننج، لازم يتاكد ان السيرفر بينتجريت مع اي كومبوننت تاني في السيستم بشكل طبيعي بدون اي مشاكل. ولازم برضو تكون عارف ايه هي الالجوريزمز اللي بيشتغل بيها اللود بالانسر. في عندنا نوعين رئيسيين. اول نوع اسمه راوند روبن، فكرته باختصار ان هو بيديستريبيوت الترافيك على السيرفرات بالتساوي بغض النظر عن ترافيك او بغض النظر عن حاله كل سيرفر. لكن النوع الثاني الافضل والاصح في معظم الحالات اللي هو الليست كونكشن، وده فكرته ببساطه ان اللود بالانسر بيكون عارف حجم الترافيك اللي موجود على كل سيرفر، وبيديستريبيوت الترافيك على السيرفرات ديت بيزد اون حاله كل سيرفر. السيرفر اللي عليه لود عالي او ضغط عالي مش بيراوت عليه ريكوستات كتيره، لكن السيرفر اللي متاح الترافيك فيه مش اعلى حاجه بيراوت عليه الريكوستات ديت بشكل طبيعي.